عمرك حسيتي إنك واقفة مكانك؟ نفس اليوم بيتكرر، نفس التعب، نفس الأحلام اللي بنقول عليها بعدين. لو انتي حاسة بكده، الفيديو ده ليكي. مش هقولك كلام تحفيزي فاضي ولا خطوات مستحيلة. هقولك حاجات بسيطة، لو عملتيها بصدق حياتك هتتغير فعلا. خلي الفيديو ده كأنه قاعدة بيني وبينك، ومن غير ما تحسي ممكن في آخره تاخدي أول خطوة حقيقية في حياتك. الجزء الأول: ليه حياتنا ما بتتغيرش؟ أكتر سبب بيخلينا ثابتين مكاناً: الخوف، مش الكسل، الخوف. مثال: واحدة نفسها تبدأ مشروع بس خايفة تخسر، واحد نفسه يتعلم حاجة جديدة بس خايف يفشل. الخوف بيقولك استنى، مش دلوقتي، لما تبقى جاهز. بس الحقيقة مفيش وقت اسمه الوقت المناسب في وقت واحد بس: دلوقتي. الجزء التاني: التغيير مش ضربة واحدة. ناس كتير فاكرة إن تغيير الحياة لازم يكون قرار كبير، لكن الحقيقة الحياة بتتغير بخطوات صغيرة جدا. مثال: واحد قرر يشرب مية زيادة، واحدة قررت تصحى بدري نص ساعة، حد قرر يبطل شكوى. بعد شهر مش حاسين، بعد سنة شخص تاني خالص. التغيير مش إنك تبقى شخص جديد، التغيير إنك تبقى نسخة أحسن من نفسك كل يوم 1% بس. الجزء الثالث: اسأل نفسك 3 أسئلة مهمين. السؤال الأول: أنا عايز إيه فعلا؟ مش عايز إيه الناس ولا إيه المجتمع، أنتي عايزة إيه بجد؟ السؤال التاني: إيه اللي مخليني واقف؟ خوف، ناس، كسل، قلة ثقة. السؤال الثالث: أصغر خطوة أقدر أعملها، مش حلم كبير، خطوة صغيرة أقدر أعملها النهاردة. الجزء الرابع: غير روتينك يساوي غير حياتك. لو كل يوم شبه اللي قبله يبقى حياتك مش هتتغير. مثال بسيط: غير ترتيب يومك، غير مكانك، غير الناس اللي بتسمعي لهم. حتى لو حاجة صغيرة، تمشي 10 دقايق، تسمعي بودكاست، تقفلي موبايل ساعة. التغيير بيحب اللي يجرب، مش اللي يفكر بس. الجزء الخامس: بعد عن اللي بيكسرك. في ناس وجودهم في حياتنا بيكسرنا حتى لو مش قاصدين. مش كل الناس لازم تفضل، ومش كل حد ليه حق يعرف خططك. حياتك مش محتاجة موافقة من حد. الخاتمة: البداية الحقيقية. لو مستنية حد ينقذك، محدش هيجي. انت مش ضعيفة، انت بس محتاجة تصدقي نفسك خطوة واحدة. ابدأي بحاجة صغيرة جدا، وافتكري الحياة اللي نفسك فيها مستنياك تاخدي أول خطوة. وقفة. لو الفيديو لمس قلبك اكتبي في الكومنت: أنا هبدأ، علشان تفكري نفسك بالقرار ده. أنا هنا علشان أقولك أنت مش لوحدك. لو حاسس إن الفيديو ده اتعمل ليك، اعمل لايك واشترك في القناة، وخلينا نبدأ من جديد سوا.